السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة بسبوسة محشية بكريمة القشطة في المول الأسطوري، غير بيضة واحدة وناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة متوفرة في كل دار. نبدأ على بركة الله. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها هي الشربات تاعنا. في كسرونة نحطو كاس سكر، نزيدو كاس ونص ماء و10 أقراص، ونزيدو غندال دو سيترون ونحطوها فوق النار تغلي 10 دقائق ونطفيو عليها، ونشعلو الفور تاعنا يسخن ونروحو نحضرو البسبوسة تاعنا اللي فيها عظمة واحدة، رشة ملح، مغرف صغيرة فاني، زيت دو سيترون، 10 أقراص ونص كاس سكر، ونخلطو مليح حتى يدوب السكر. نزيدو نص كاس زيت ونخلطو مليح حتى تدخل المكونات في بعضها. نزيدو نص كاس حليب ونخلطو مليح. درك نحطو النواشف تاعنا اللي هي كاس سميد متوسط، مغرفة كبيرة نشا، وكيس خميرة كيميائية، ونخلطو مليح. وهذا هو القوام اللي حابة نوصله. بعد ما دهنا المول تاعنا بالزبدة ورشيناه بالسميد وقسمنا الخليط تاعنا الى نصفين، نحطو النص خليط يطيب في الفور. ما بين يطيب نص الخليط في الفور اروح نديرو مع بعضنا الكريمة تاعنا. في كسرونة نحطو زوز كيسان حليب، زوز مغارف كبار سكر، ومغرف صغيرة فاني، وزوز مغارف كبار نشا، ونخلطو مليح بالفوي بارد في بارد، ونحطوها على النار الطيب. نقعدو نحركو حتى تبدا تتقال، وبعد تغلي كي تغلي نطفيو عليها، نزيدولها طرف زبدة و3 كعبات فرماج، ونخلطو مليح حتى يدوب. كي نكملو نحركو نخرجو المول تاعنا من الفور، نلقاو البسبوسة حاكمة روحها، ونقدروا نحطو فوق منها لاكريم. نخليو لاكريم تاعنا تبرد شويه وتحكم روحها، ونصبو فوقها نص الخليط اللي بقى تاع البسبوسه، ونرجعوها للفور طيب 15 دقيقه نار شاعله من تحت. كي نطفيو عليها نشعلو من الفوق باش تحمر واحد 10 دقائق، ونطفيو عليها. كي خرجوها وهي سخونه نصبو عليها الشربات اللي درناه في اول الفيديو. وصلنا للمرحله الاخيره وهي مرحله التزيين. زينوا باللي عندكم في الدار ودخلوها للفريجيدار تبرد مليح، عقد ما تبرد عقد ما تجيب لينا. من الاحسن هي تبات عقد ما تشرب الشربة تاعها، عقد ما تولي بنينة خلاص. جربوها والله ما تندموا، راهي بنينة بنينة بنينة. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بجام والاشتراك في القناة، واكتبوا لي رايكم في الكومنتار. بالصحة والهنا، سلام.